السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك أستاذي الله الحبيب أخونا أستاذ أبو رامي. زياد المهتدي، حياك الله. الله يبارك فيك يا أبو فاطمة، وجزاك الله خير جزاء ما آمين. تقدم من هذا البرنامج لإهداء الناس الكثار من العوام الشيعة. بصراحة برنامج وحلقة جدا ممتعة، وأسئلتك كانت بصراحة سواعق على رؤوسهم. أستاذ الله رامي، يعني الله ماذا يهديهم. قدموا الأئمة إلى الإسلام؟ هذا السؤال يعني بصراحة محيرهم. أي أقسم والله. بالله محير كثير من عندهم. استاذ رامي، اول بشرى يعني هاي منك. انا في خلال يعني اعضاء قناتك الى بعض الاخوان المحترمين اهتدوا ما يقارب نساء اثنين ما شاء الله. ورجال كبار بالسن، تقريبا متعدين ال50 سنة. ما اقسم شاء بالله الله. من يتابعوا حلقاتك انطيتهم الرابط، فهم طبعا هسه موجودين بالبث، اللهم لك بس ما الحمد. يتصلون. هسه اتصلوا بي قبل شوي على الخاص. ما شاء الله. فبصراحة السؤال هذا يعني ما لا قدم علي الإسلام ما قدموه الصحابة. فالشيعة يعني سؤال الشيعة ما يعرفون هاي، ما يجاوبون عليه، الطاقة ما يجاوبون عليه. الله يسعدك الله يا أبو يبارك الله. زياد، وخليهم يتواصلوا معي على رقمي خاص بعيد عن البث نعم، إن شاء الله. حتى رقم الخاص مالتك انطيتهم اياه، الرقم الثاني ممتاز. أيوة. عندي على الواتس. أيوة إن شاء الله. فقلت لهم وين دز لكم فيديو مال تعليم الوضوء. في أي انا بصراحة وقت. اعطيتهم فيديو. إن نعم رفضوا. قلت لهم ان رفضوا التواصل، فانا انت كده كده عندك فيديو الوضوء والصلاه، ارسله لهم. وان احبوا التواصل في اي وقت فان شاء لا والله، الله. اذا ممكن ترسل لي الوضوء ابو ارسل فاطمه، لي لان رساله بعد الفيديو البث، ارسل لي رساله بعد البث ارسله لك. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. والله استاذ رامي، اتفضل. ادري ولد من اصدقائنا يعني استولى استقدام، لان دار سمعوه يتكلم بالقضيه مالتك مع نساء عاملات معانا في القسم. ما رضيت اذكر القسم والتفاصيل لا والدوام اللي عامل فيه يعني. فسوى استخدام، قال لو تعملها في هذا البرنامج وتتابع هذا البرنامج سنفصلك من الدائره، يعني حسبنا الله نصا ونعم. دزوا عليه بهالعباره. قال له الله ماذا يحفظكم يا تتكلم ابو لي هذا زياد. البرنامج؟ انت قاعد تسوي شهره الى هذا؟ قال له انسان هذا دا يعطي حقائق ويتبع القران وما يطعن بعلي ولا يطعن بالحسن، ولا هؤلاء هم سادتنا ونقتدي بآل البيت، ولكن لا نجعلهم آلهة مع الله أندادا. هذا الشيء حتى بالقرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أستاذ رامي. ولكن الفكر الشيعي فكر معطل جدا عن القرآن. أنا أختم الحمد لله. كلامي الله معك، يسعدك. جزاك الله خير الجزاء، امين. جزاك الله خير يا ابو وجعل زياد، واسال الله الله ان في ميزان يوفقنا واياك حسنه لكل ويحفظ خير. اولادك. وانا اتصل ما بترد عليه، فما اريد اخلي مجال لغيري لان اكو ناس الله يبارك كثير. لك، اسال الله بس انا حزين يثبتني واياك. على حتى الوالده من سمعت التجاوز على الاهل. والله العظيم بصراحه حزننا كلش يعني. لا والله شوف يا ابو الاخلاق زياد. الانسان انا واخد الممثل. على ان انا اسب هكذا، وانا قلت لهم عرضي هكذا لعل الله يكفر بذلك عن سيئاتنا. والله استاذ فعادي رامي، لا بأس. هم استاذ رامي هم عرض الرسول صلى الاكرم الله عليه وسلم. اي وزوجته والله. الاطهر انسانه بالكون. ما خلصت من السنه هؤلاء القادرين. اي تريد والله. انت ولا اني ولا والله يا استاذ رامي هذا شيء عرفناه. والله يا ابو زياد، انا بس قلت لهم كذا مره يا شيع، والله انا ما بزعل ان انت بتشتمني، فانت لو دخلت وشتمتني وشتمت اهلي كما تفعل، هذا لا يؤثر علي او يجعلني احزن فاترك. لا والله، بزداد اكثر في اظهار الحق وتبيان الحق، لاني اخاف عليك واعرف ان الشيطان يعني بيتغلب عليك اكثر لتدخل لتسيء وتسب. لكن لن يعني انزل الى هذا المستوى. نسال ان يهديهم يا رب وان ياخذ بايديهم للحق. والله اقسم بالله عندي الوالده يعني والاخوات كلهم يدعون لك كثير بالصلاة. يقول امين له يا رب. هذا الرجل. أنا عند واحدة من الله شقيقاتي يسترنا بصراحة ويستركم يا رب. اعتدت على هي ما تتصل، يعني الله اعتدت على يحفظها عن ليكم يا طريق رب. البرنامج. تقول أنا أتابع أستاذ رامي من سنة 2017، أنا الله كنت يحفظها أتابع يا على رب. البث. الله يحفظها ويبارك. قالت أنا ما أتصل، إحنا تفاجئنا بها يعني، كنا نقول هي متعصبة. قالت أنا أسمع من عندكم بس أنا أرد في طور البحث تبقى. قالت من اسمع الاسئله مالته، وخصوصا منزل بث مال اسئله حيرت على مع الشيعه. قالت هذه الاسئله قسمه قش الظهر كسمه البعير. قالت هذه الاسئله نزلت عليهم كالصاعقه بعد ما يدرون يجاوبون عليه. هنا الحمد قالت لله. اعتقدت بان المعتقد هذا معتقد من صنع البشر ومخالف للقران والسنه النبويه. الله جزاك الله خير يحفظكم يا ابو زياد، ومعاويه، واسال الله ان وجزاك يثبتنا الله واياك يا خير. رب. واعذرنا اخذنا من وقت البرنامج، احنا ابدا، على نترك العين المجال والراس. لغيرنا. جزاك بارك الله الله خير. فيك يا حبيبي، امين. وجزاك شكر الله. الله لك وسلام واياك. الوالده الله وسلام يسلم. الاهل كلهم الى جنابك سلمك الله الموقر. وبارك الله فيك. جزاك الله بارك الله. خير. والله حزين نشيل على الغلطه. قالت الحجيه الله ينتقم منه، شلون يتكلم هيك كلام؟ ما يستحي. اكو ناس بالبيت، يجوز اكو نساء بالبيت والله. الله يعني المستعان يا ابو خالتي زياد، الله تقول يهديهم ما يا رب. يخجل،
يتجاوز عليها الانسان على عرضه، هو ماذا فعل؟ ناقشه بادب، ما عجبك السؤال في امان الله وكل شيء ينتهي. صح. على كل بارك الله فيك ابو معاويه، وفيكم. وجزاك الله جزاك خير الله خير يا الجزاء، أبو زياد، ونسأل الله واستودعك أن في يوفقك. الله، والله يحفظك ويحفظ آمين. الاولاد. آمين يا رب. يا جزاك حبيبي الله خير. استودعك. حياك الله وجزاك الله خير يا أبو زياد، وأحسن الله إليك. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.